ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو النهاردة بصراحة الفيديوهات اللي من النوعية دي أنا بحبها. ليه؟ لأني بحب أقعد أتكلم وأفهمكم وجهة نظري. انتوا في أسئلة طبعا بتسألوها كتير. ساعة لما بنزل أي فيديو في أسئلة بتجيلي على الفيديوهات، بس اللي هو أنا ما بعرفش أرد عليها في تعليق. ف آه، بستنى اعمل فيديو اسئله عشان افهمكم وجهة نظري. وخصوصا اخر فتره لما كل ما بنزل حاجه مثلا بتكلم معاكم عادي، انتوا بتاخدوها بمعنى تاني. و اللي هو بتشخصوا الحاجه يعني على دماغكم. في ناس محترمه كتير، في ناس عندي محترمين كتير، كلكم يعتبر، كلكم طبعا على راسي. بس انا بتكلم في حاجة، انتوا بتدخلوني في حاجة تانية خالص، حاجة بره الموضوع اساسا. فالنهاردة هنرد على الاسئلة وهفهمكم حاجات كده، شوية حاجات انا عايزة افهمها لكم. يمكن انا اتكلمت فيها بس انتوا خدتوها بمعنى تاني، او ممكن ما تكونوش فهمتوا قصدي او فهمتوا اللي جوايا ان انا عايزة، اللي انا عايزه اوضحه لكم. ليه؟ لاني انا تلقائيه، لما باجي اتكلم بتكلم باللي انا حاساه، باللي انا عايزه اقوله، مش لسه يعني اطلع لكم الكلام يعني اوضحه لكم عشان تفهموه. فاهمين قصدي ايه؟ فالمهم تعالوا نرد على الاسئله مع بعض. تعالوا ناخده من اخر رساله جتلي. تمام. ايه اكتر مكان نفسك تروحي ليه الفتره الجايه؟ والفتره الجايه عاوزاها تكون عامله ايه؟ يعني عامله ازاي في حياتك؟ بصراحة أنا الفترة دي بفكر إن أنا عايزة أروح، عارفين انتوا اللي هو المتحف المصري الكبير اللي هو في القاهرة في الجيزة. بصراحة بفكر إن أنا أروحه. نفسي قوي، يعني نفسي جدا إن أنا أروحه الفترة دي. يعني هو الموضوع ده في دماغي من فترة، إن أنا عايزة أروح القاهرة وأروح الجيزة وأدخل المتحف المصري الكبير. أنا بصراحة بحب الحاجات الفرعونية، يعني مش التحف والحاجات دي، لأ، بحب أشوفهم، أقرأ عنهم، أشوف إكسسواراتهم، أشوف المعابد بتاعهم، المعابد بتاعتهم، المقابر. المقابر بتاعتهم غير بتاعتنا، بيبقوا راسمين فيها والكلام ده، فأنا بحب الحاجات دي جدا. فكنت من فترة عمالة أقول عايزة أروح الجيزة عشان أدخل المتحف المصري الكبير، وإن شاء الله هعملها بس في العيد الكبير عشان محمد يكون أجازة ويجي معانا نقعد كده 3 أيام هناك ولا 4 5 أيام يعني إن شاء الله. وأروح بقى الجيزة واروح الاهرامات، وعايزه اروح كده كذا مكان هناك. يعني هعمل خروجه ان شاء الله حلوه يعني باذن الله. الفتره الجايه عايزاها تكون عامله ازاي في حياتي؟ عايزاها تبقى هاديه، مش عايزه اي عواقب، مش عايزه اي مشاكل. عايزه ابقى في حالي، مش عايزه حد يتدخل في حياتي. عايزه اللي هو ايه، اكون مش واخده جنب من الناس كلها. لا، اللي هو ايه، انا وعيالي وجوزي في البيت خلاص، مش عايزه حاجه تاني. اطمنت على امي، ربنا يا رب يشفيها ويخليها لنا. عايزه بقى اللي هو ايه، اخد هدنه، افرش البيت فرش الشتاء. عايزه ارتاح، عايزه ما يبقاش فيه اي حاجه تزاولني الفتره الجايه. عايزه كده ايه، تبقى الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تيجي هاديه. عايزه افرش فرش الشتاء عندنا في الشقه واقعد. مش هو ده طموحي في الحياه، ان انا افرش فرش الشتاء في الشقه والم عيالي واقعد؟ مش عايزه حاجه تاني بصراحه. ربنا يعني يا رب ما يجيب اي مشاكل ولا اي تعب تاني ولا اي حاجه تانية ان شاء الله يعني. ليه ولادك مش بيروحوا يشوفوا اهل باباهم؟ يعني اشوفك على طول تروحي عند مامتك، لكن اهل باباهم ما بتروحيش ليه؟ بصوا، اولا اخوات محمد جنبي، يعني احنا كلنا قاعدين في منطقه واحده وفي حته واحده. اخته قبلينا، اخوه بعدينا، انا في النص مش عارفه مين ورانا. كلنا متجمعين في حته واحده. كل يوم كل يوم يوميا بنشوف بعض. بنزل اودي رحيم الحضانه وبطلع، بنزل اودي رحيم الحضانه، اسيليا صاحيه وانا وميعاد رحيم الحضانه جه، بنزل اخدها اودي رحيم بيها الحضانه وارجع انا وهي نقعد عند اخت محمد اللي هي ام يوسف. بروح لها كل يوم، وساعات بنزل ابات معاها وهي بتطلع تبات معانا. ليه؟ لان هي معهاش راجل. هي جوزها يعني الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب، متوفي، فهي عايشه لوحدها، فطبيعي
او عادي ان انا ادخل عليها واطلع عليها كل شويه. جوزي اخوها، فبنبقى عايشين معاها، هي بتبقى عايشه معانا، هي قعدت فتره قاعده معانا هنا، واحنا قعدنا فتره بصراحه قاعدين معاها تحت. فاللي هي ايه مننا قوي، فاهمين قصدي ايه؟ ويمكن دي اقرب واحده ليا من اخوات جوزي، لان على طول بتبقى معايا بصراحه. مشاوير ليها، مشاوير ليا، بنروح مع بعض، بنروح السوق مع بعض. فهي معهاش راجل، فطبيعي ان انا هبقى مثلا معاها على طول. انا ايه اللي هيوديني اروح مثلا عند اخت جوزي وانا عارفه ان جوزها موجود؟ ليه اضايق الناس في بيوتها؟ ليه اضايق مثلا كراجل قاعد؟ ليه اضايقه؟ ليه؟ ايه اللي هيخليني ادخل عند اخت جوزي وجوزها قاعد واقعد واتكلم؟ انا ما بروحش لحد من اهل جوزي بصراحه، ما بروحش لحد من اهل جوزي غير لما يكون جوزي معايا، غير كده ما بروحش بصراحه يعني. من ساعه لما اتجوزت وانا على كده، رايحه عند حد اخد جوزي معايا، يعني رايحين عند حد من اهل جوزي، جوزي لازم يكون معايا، لو جوزي مش موجود انا ما بروحش. اولا. ثانيا، احنا كلنا بنتجمع عند اخته بس، اخت واحده، بنتجمع عند واحده بس اللي هي جوزها متوفي، اللي هي ام يوسف اللي انا قلت لكم عليها في الاول، لاني ما عندهاش حد وهي قاعده لوحدها، هي واخوها التاني وعيالها الصغيرين، فطبيعي ان احنا نتجمع عندها. فانا بشوفهم هناك عندها، ايه اللي هيخليني اخد عيالي واروح بقى لكل واحد فيهم؟ ما كل واحد عنده هم وعنده بيت وعنده. وانا بصراحه ما بحبش اللي هو ايه اروح واجي واتنطط وكده، لا. انا كبير امي وام يوسف دي وخلاص، ما بروحش عند حد تاني. اتجمع عندهم تحت، عندها تحت، فبشوفهم كلهم يعني، مش فمش ما بيبقاش لازم ان انا اروح لكل واحده في بيتها او لكل واحد في بيته، فاهمين؟ غير بقى في المناسبات، عندهم فرح، عندهم مثلا حاجه، الكلام ده بنروح، غير كده ما بروحش بصراحه. انا بحبك جدا يا ندى، والله ربنا يعلم معزتك عندي قد ايه، كانك واحده من ولادي، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش منك. ليش انت وهبه كنتوا قريبين من بعض، اما الان لا؟ بصي، انا وهبه ما بيننا مسافه طويله بصراحه، بحس ان مشوار هبه كبير عليا. انا من النوع اللي بركب مواصلات بدوخ، بنزل دايخه وبطني بتقلب، ببقى عايزه اجيب كل اللي في بطني، وببقى واقفه دايخه ومصدعه جامد، فالمشوار بيتعبني، فمعرفش اروح غير كل فين وفين بصراحه. وهي برضو بتيجي لما يبقى عندنا حاجه، وانا بروح لها لما يبقى عندهم حاجه كده، فرح، اي حاجه تانية، تعب، اي حاجه، وهي برضو كذلك. لكن بنتكلم وبنتفق والله على ان احنا ننزل، بس ما بننزلش، مفيش وقت ان احنا ننزل، بس مفيش وقت. اولا انا بحبك في الليل، ليه مش بتطلعي مع جوزك وبتعملي فلوجات وخروجات؟ وتاني حاجه، مش سؤال، انا حسيت بيكي قوي وانتي بتتكلمي عن ناس كتير خذلوكي وقت تعب مامتك، لاني مريت بنفس الاحساس ده، ربنا يعينك حبيبتي، انا جوه متحرمش منك. بصي، انا لما اتكلمت على موضوع ان ماما تعبانه، وان بصي انا لما اتكلمت وقلت ان ماما تعبانه، ولما ماما عملت العمليه والحمد لله فاقت ورقت وخفت، قلت انا ما كنتش يعني، كنت مستنيه من الناس ان هم يعني، هقول لكم عشان انتوا برضو شخصتوا الموضوع ده كله على هبه. عايزه اتكلم فعلا في نقطه ان انا لما اتكلمت وقلت انا في ناس كتير خذلوني، عشان انا كنت عامله معاهم حاجات ما كنتش متوقعه ان مثلا يحصل اللي حصل، اللي هو ايه بمعنى، بصوا مش حكايه فلوس، انا مش مستنيه من حد فلوس، مش مستنيه من حد حاجه، مش مستنيه من حد سؤال، مش مستنيه من حد يسأل، مش مستنيه كل ده. بس نقطة ان انا عملت مع ناس كتير قوي، كتير كتير جدا، والله العظيم 3 كتير قوي، عملت معاهم اللي ما يتعملش، وجيت ساعة لما يعتبر ساعة لما حصلت لي حاجة ما لقيتش حد بيسأل. يعني انا بتكلم اني انا مش مستنية من حد حاجة، بس انا الموضوع مزعلني عشان انا ما كنتش مستنية منهم كده، فاهمين؟ فكتير بقى لما انا اتكلمت في الموضوع ده، كتير شخصوا ان الكلام ده عاملاه على هبه اختي. طب وانا ايه اللي هيخليني اتكلم واقول هو انا قلت حد معين؟ انا قلت انا ما كنتش مستنيه من هبه كذا؟ ما قلتش كده، ما جبتش سيره هبه. انا اتكلمت وقلت انا ناس كتير عملت معاهم خير ومعروف وما تمرش فيهم، فلما وقعت او حصل عندي ظرف محدش سأل، فانا غلطانه اني كنت بعمل من الاول، ما جبت سيره هبه، ما جبت سيره حد، ما ذكرتش اسامي. انتوا بقى كلكم في ناس كتير منكم انتي بتتكلمي على هبه،
قولي الكلام ده على هبه عشان انت كنت مستنياها تقف معاكي ساعه وقفت. يعني كنت مستنياها تقف معاكي ساعه بتاع مامتك وما وقفتش. هبه جت لماما مرتين، مره هي وامها وخالتها، ومره هي وجنى وهنا. هي هتعمل ايه اكتر من كده؟ انا مش قصدي على هبه، انا قصدي على ناس تانية كتير، ناس كتير تانية. يعني بصوا هقول لكم اللي هو ايه، انا معارفي كتير، معارفي كتير، ليا معارف من السوشيال ميديا، وليا مع صحاب، وليا جيران، وليا يعني ليا معارف كتير. هبه طبعا إيه، اهلي وناسي وعيلتي وكل حاجه ليا احطها فوق راسي، بس يعني هبه مش معارفي كلهم. انتوا بتشخصوا الظاهر قدامكم، لان انتوا قدامكم هبه بس، يعتبر هبه بس اللي قدامكم ان انتوا عارفينها من معارفي انا. صح ولا مش صح؟ صح ولا انا غلطانه؟ يعتبر ان انتوا شايفين هبه انا وهي، يعني انتوا شايفين معارفي هبه، انتوا ما تعرفوش الناس التانية اللي انا اعرفها من بره. صحابي انا مش ظاهره لكم حياتي كلها، يعني بمعنى انا بصور معاكم فيديوهات خفيفه، روتين تغيير مش عارفه ايه، جبت ايه، سويت ايه، غيرت ايه، الكلام ده، لكن ما تعرفوش صحابي مين، قرايبي مين. عارفين اخواتي اللي هم من ماما، اخواتي انا محمد ودنيا وشروق، عارفينهم كاسامي. ما اعتقدش ان حد فيهم كان بيطلع ويتكلم والكلام ده. آه ما تعرفوش اهل جوزي، ما تعرفوش اهلي، ما تعرفوش عماتي خالاتي، الكلام ده. يعتبر انتوا شايفيني انا لوحدي، فطبيعي ان اي حاجه هتكلم فيها انتوا بتاخدوها على هبه، حتى لو الكلام مش على هبه انتوا بتاخدوه على هبه. فلما اتكلمت وقلت كده ناس كتير بقت الناس كتبت لي انت قصدك على هبه، انت مش كنتش متوقعه ان هبه تقف معاكي مش عارفه ايه. هي هبه عملت اللي عليها وجيت زارت ماما مرتين وسالت عليها وخلاص، هي هتعمل ايه اكتر من كده؟ فاهمين؟ فانا برضو النقطه دي كنت عايزه اتكلم فيها، بس قلت لما اعمل فيديو الاسئله ارد عليكم بيها. كانت لما جيت عند ماما صورت في المرتين وقالت انا رحت، انا ما صورتش لان انا ما كنتش فاضيه اصور، انا كنت بروح وباجي، وقسما بالله قسما بالله وغلاوه ولادي ما كنت بعرف انام. كنت بنام من الساعه مثلا 11 لان هي كانت بتاخد علاج الساعه 11 والساعه 2 بالليل، كنت افضل سهرانه معاها لحد 2 بالليل و3 بالليل، وسيليا عندي بتنام الفجر، كنت افضل سهرانه معاها كل الوقت ده، واقوم تاني الساعه 7 الصبح عشان اخلص ورق او مثلا اروح مستشفى او اروح حاجه. فانا ما كانش عندي وقت قسما بالله اصور. فهبه لما كانت تيجي مثلا، هبه لما جت وصورت في المرتين انا قلت خلاص انتوا كده عرفتوا ان هبه جت، وهبه صورت وهبه قالت ان هي جت، فخلاص. عشان كده انا ما كنتش بصور ان هبه جت وان هبه راحت والكلام ده. بصراحه ده ما كانش في دماغي غير ان انا اخلص امي وتعمل العمليه على خير ويعني تقوم بالسلامه. ده اللي كان في دماغي، ما كانش بقى في دماغي تصوير فيديوهات. كنت فين وفين برضك لما بصور، لما ببقى رايقه قوي، لما ببقى فايقه، لما مثلا نكون رايحين عند الدكتور ورايحه بدري مش رايحه مستعجله كنت بصور، غير كده ما كنتش بصور، وكان على يدكم كمان. اكتر حاجه بحبها فيكي انك عاقله رغم صغر سنك. عندي سؤال، هو عندي سؤال، مين هي اكتر واحده من اخواتك قريبه لقلبك وبتفهمك من غير ما تتكلمي؟ الله يخليك يا رب ما تحرمش منك. بصوا اقرب واحده ليا من اخواتي بتفهمني هي شروق. ممكن شروق اكتر واحده انا بحبها في اخواتي كلهم، انا بحبهم كلهم، بس اكتر واحده كده شروق، هي يعني اكتر واحده اللي بحبها شروق. لاني ليه لاني شروق دايما معايا ومن صغري بصراحه، وانا بحب شروق، بحب شروق جدا. يعني شروق كانت تنام في حضني وهي صغيره، كنت اقعد اسرح لها، كنت اقعد اغير لها البامبز، كل ده كنت يعني حياه الطفوله بتاعت شروق كنت انا اللي عايشه فيها. لاني لما شروق اتولدت كنت انا عندي 10 سنين، فكنت بعرف بقى اشيل الطفل واغير له واسرح له الكلام ده كله. فاكتر واحده احبها في اخواتي هي شروق. ليه؟ لاني كمان شروق معايا دلوقتي، شروق بنروح مشاوير برضك مع بعض، تيجي تسهر معايا بروح اسهر معاهم، نتكلم. شروق حكيالي حاجات بتحكيلهاش، ما بتحكيهاش لحد، تحكيش لامي، وتيجي تحكي لي حصل معاها مشكله، تيجي تحكي لي انا. حصل معاها عركه قبل كده مع واحده صاحبتها، ومامة صاحبتها اتصلت بشروق وشتمت شروق. راحت جيت قالت لي، خليت وانا اتصلت بامها بمامة البت دي واتعاركت معاها عشان هي شتمت شروق. فاي حاجه بتحصل مع شروق انا ببقى عارفه بيها، تيجي تحكي لي واقول لها ده صح وده غلط وما تعمليش كذا والكلام ده. فهي الاقرب لقلبي، ممكن عشان هي تكون اصغر واحده في اخواتي، يعني هي الصغيره اللي فينا. انا بحبها اكتر من اي حد، يعني انا بحب، يعني هي المميزه فيهم، مع اني بحبهم كلهم، بس هي المميزه فيهم يعني.
ندخل على السؤال التاني. مش بتتضايقي من هبة لما حطت فيديو بتتكلم على امك وابوكي بالسوء لما كانت هي قاعدة معاهم، وهل فعلا الكلام ده الكلام اللي قالته صحيح؟ بصوا انا معرفش بصراحة، عشان ما اظلمش حد، انا معرفش. انا من ساعة لما اتولدت وانا عارفة، وانا يعني انا عارفة ان هبة وان اخواتي الكبار بييجوا يزورونا كزيارة. ما اعرفش هم كانوا عايشين معانا، ما اعرفش ان هم عايشين معانا قبل ما يعني قبل ما ماما تجيبني كانوا عايشين معاهم فعلا. كنت انا لسه ما جيتش بقى، ما اعرفش ايه بقى اللي دار، ايه اللي كان بيحصل. الكلام ده صح ولا غلط انا ما اعرفش بصراحة، انا ما حضرتش. وبصراحة وكمان انا ما شفتش الفيديو عشان اقول الكلام ده حصل ولا ما حصلش. انا ولا شفت الفيديو ولا شفت في الحقيقة الكلام ده حصل ولا ما حصلش. ما اعرفش كانت امي بتعاملهم ازاي، كان هما بيعاملوا ماما ازاي. بصراحة الكلام ما شفتهوش ولا بحثت عن الفيديو كمان وشفته. لكن من ساعة لما انا اتولدت ووعيت على الدنيا انا ما شفتش غير كل احترام وتقدير ما بينهم. امي بتحترمهم وماما بيحترموا امي. هما بيقولوا لامي يا ماما وامي معتبراهم زي عيالها. اكتر من كده انا ما شفتش بصراحة. كنتي بتشتغلي ايه قبل الجواز؟ كنت بشتغل في شركة، كان البيت عندنا احنا هناك جنب بيت ماما. صباح الخير يا احلى ندى، انا كتبت لك امبارح تعليق اليوم حان في بالي تعليق. ليش ما متعرفين على اهل باباكي، عماتك عماتك اعمامك، تصوري معهم، تطلعون مع بعض حديقة او بحر، حتى لو تطلعي اصواتهم بس، او تصوري وانتي رايحة لهم. لو ممكن تحققي 3 اهداف في حياتك هيكونوا ايه يعني؟ استنى عشان في حاجات تانية. بصي بصي انا من نوع بيتوتية وبحب ابقى في حالي بصراحة. ابويا كان كده، يعني انا طالعة على ابويا، ما بحبش اروح لحد. ما بحبش ازور حد، مع اني احب الدنيا كلها تجيلي في البيت، والله العظيم تلات احب الدنيا كلها تجيلي وابقى ماسكه في الناس ان هم يجولي. يعني عمتي من قيمه فتره كانت عند ماما، قلت لها بالله عليكي بالله عليكي لا تيجي تقعدي معايا شويه. فجيت فعلا جابت ماما وجت قعدت معايا، كنت فرحانه بيها جدا والله العظيم. لكن انا ما بعرفش اروح لحد، ما اعرفش ليه، واقسم بالله ما اعرفش ليه. ابويا كان كده، ابويا اللي هو من نوع البيتوتي برضك، ما يحبش يزور، ما يحبش يروح، بس كان يحب يعزم عمتي عندنا في البيت، او او مثلا على طول يكلمهم في التليفون. لكن ان هو يروح ويقعد والكلام ده لا، ما كنتش بشوفه بيروح لحد. انا كده ما اعرفش ليه، طالعه كده بجد. فانا بحب عماتي، عندي 3 عمات. عندي 3 عمات ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب، بحبهم جدا. عندي عم واحد برضو بحبه جدا. بس التواصل ما بيننا من طرف امي بقى، من ناحيه امي سلمت عليكي، عمتك مش عارفه ايه، عمتك بتسلم عليكي، عمتك مش عارفه عايزه اكلمك كده من ناحيه امي. لكن ان انا اتواصل ما بين يعني معاهم، اللي معايا بنشوف بعض بقى في الافراح، في المناسبات كده. عندنا فرح هم عندهم فرح بنروح وبنيجي كده. انما ما بعرفش ان انا مثلا اروح لحد واقعد ويلا نخرج ومش عارفه ايه الكلام ده، ما بعرفش. انا من نوع كمان اني بتحرج جدا. ف بيتوتية، باحب البيت، أحب أسأل، باحب الناس تيجي لي، لكن ما باعرفش أروح لحد. فاهمين؟ لإن أنا واخدة فكرة من وأنا صغيرة إن الاختلاط بيعمل مشاكل، فأنا مش يعني البعيد حبيب. يعني خدوها كده نصيحة، البعيد حبيب. لمّا تبقي بعيدة عن الناس كلها أو مثلًا معزولة في حالِك، عايشة في حالِك، تبقي محبوبة، فاهمين؟ كده. لكن ما باعرفش إن أنا أروح وآجي أروح وآجي وكده يعني. لو ممكن تحققي 3 أهداف في حياتك هيكونوا ايه؟ بصوا، أول هدف بصراحة عايزة أحققه، أول هدف إن شاء الله بإذن الله يا رب بإذن الله، إن أنا أجيب شقة كبيرة. شقة، عايزة شقة 3 أوض، أوضة الرحيم وأوضة الرحيم يعني أوضة للولاد وأوضة للبنات وأوضة بتاعتي والصالة والمطبخ والحمام، مش عايزة أكتر من كده. ده أول هدف إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يا رب يحققهولي بإذن الله. آه... تاني هدف، عايزة أعلّم عيالي تعليم عالي. عايزة اللي أنا اتحرمت منه ألاقيه في عيالي. عايزة أشوف رحيم ده حاجة كبيرة إن شاء الله يا رب، ربنا يكرمني وأشوفه كده، أشوفه يا رب كده مهندس، دكتور، ضابط. عايزة أشوفه كده إيه، حاجة نضيفة أتشرف بيه. عايزة سيليا كمان تطلع تطلع من البنات اللي هي بتعرف تتكلم لغات. ما أنا عايزة أقول لكم متابعة بنوتة اسمها جويرية، ما شاء الله عليها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر بجد. بتتكلم لغات كتير.
بتسافر بلاد كتير. انا نفسي سيليا تبقى شبهها ان شاء الله يا رب باذن الله. هفضل اسعى ورا الحلم ده لحد ما اطلع في يوم من الايام واقول لكم وصلت عيالي للاهداف اللي انا كنت عايزاها. بصراحه انا من النوع لما بيبقى عندي حاجه عايزه اعملها بسعى عليها. يعني انا عايزه اجيب شقه دلوقتي مثلا، مع اني قاعده مرتاحه وانا بحب شقتي جدا وانتوا عارفين ان انا بحب شقتي جدا. احط هدف في دماغي ان انا هعمل ده، امسك بقى ايدي على المصاريف، احوش، احط فلوسي على فلوس محمد. مثلا احنا معانا كذا النهارده، معانا كذا بكره، معانا كذا كده، فاهمين؟ فبعرف ان انا ما شاء الله يعني اعرف ان انا الم الدنيا. عارفين لو معايا 10 جنيه، والله العظيم 10 20 جنيه ممكن اقضي بيهم اليوم. ف يعني لدرجه انتوا شايفين لدرجه ايه ان انا لو معايا 20 جنيه ممكن اقضي بيها يومي عشان اوصل لهدفي. فان شاء الله باذن الله باذن الله ادعوا لي كده ربنا يكرمني واجيبها قريب يعني باذن الله. الهدف الثالث عايزه اريح امي، عايزاها تكون مرتاحه، مش عايزاها تشتغل تاني. عايزه ربنا يكرمني لدرجه اني اكفيهم من كل حاجه قصاد معاشها. اكون يعني انا يعتبر زي شغل، يعني يعتبر شغلها. عايزه ابقى مكفياهم من كل حاجه هي وشروق. بحس ان انا دايما مسؤوله عنهم، معرفش ليه، والله احس ان انا مسؤوله عنهم. اكلت وشربت ونمت ورحت وجيت معرفش. ف هدف من اهدافي برضو ان انا اغير عيشتهم. آه، ان انا قبل ما يعني ان انا لما ربنا يكرمني واجيب شقه ما انقلش فيها غير لما امي تبقى قاعده في حاجه نظيفه، حاجه كويسه كده. والله ده اللي في دماغي. فان شاء الله يعني باذن الله ربنا يحقق لي كل اللي انا بتمناه. ولو ممكن تحققي امنيتين في حياتك هيكونوا ايه؟ الامنيه الاولى ان انا بتمنى من ربنا اشوف عيالي في حته تانية، في حتة تانية. مش عايزاهم يشوفوا اي حاجة شفناها واحنا صغيرين. عايزاهم يطلعوا يلاقوا كل حاجة تحت رجليهم. عايزاهم يطلعوا كويسين صالحين، بيصلوا بيصوموا بيزكوا، بيحفظوا قرآن. عايزاهم يطلعوا من الناس اللي هي الهادية. دي اكبر امنية في حياتي والله العظيم، ودي اللي انا بشتغل عليها. اكمل لكم بقية الرسالة. بتقولي واتمنى تصوري لنا يوميا روتين يومك العادي. مش لازم يعني مش لازم تكوني طالعة او يكون عندك طبخ. يومك الطبيعي. واحبك في الله كتير، واحب فيكي انت وهبه انكم عفويين من الناس اللي تحب الحياة، يعني مو يعني مش من الناس اللي تنتقد الناس. اعتقد تسموها تستهدف. انتم مو من الناس اللي بتستهدف الناس، بالعكس فرفوشين جدا ما شاء الله عليكم. الله يكرمك يا رب ويخليكي. انا كمان بحبك. شو سبب زعلك من ايمن انتي واخواتك؟ هل بسبب الورث؟ احنا ما عندناش ورث، احنا ما فيش عندنا ورث. ورث ايه؟ هو كان سوء تفاهم. الكلام ده من سنين، من 3 سنين ولا سنتين ورا. كان سوء تفاهم وتصالحنا وتراضينا والحمد لله. ربنا يا رب يخلينا لبعض. لكن حكاية الورث دي احنا ما عندناش ورث. احنا ما عندناش ورث، ما عندناش غير البيت اللي ماما قاعده فيه ده. وحما اخويا لما اتجوز ايجار. فبصوا عايزه اقول لكم على حاجه انا عايزه اعملها، لكن انا بصراحه ما شرطش اخواتي. ممكن يشوفوا الفيديو ده يعرفوا، لكن انا لسه ما شرطهمش. والكلام ده مش دلوقتي. آه قلت لحمو اخويا. طبعا بصوا، قلت لحمو اخويا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمني واجر لماما حاجه جنبي، او لو ربنا عطاني اجيب لها حاجه جنبي وهنزلك انت تقعد في البيت ده. طبعا انتوا شفتوا شقه ماما، اوضه وصاله وصغيرين جدا مش كبار. تمام. قلت لحمو ربنا يكرمني اجيب ماما جنبي وانت تنزل تقعد هنا انت ومراتك وبنتك. ليه قلت كده؟ بناء على ايه؟ الشقه دي تبقى بتاعت محمد. بناء على ايه قلت كده؟ ما شاء الله الله اكبر. انا قاعده في بيت ساترني وساتر عيالي وساتر ولادي ومتدفيين، ولا حد بيجي يخبط علينا يقول لنا الايجار، ولا حد واقف لنا، والحمد لله دنيتنا ماشيه. الله اكبر الله اكبر. هبه كذلك، ايمن اخويا كذلك، دنيا اختي كذلك. تمام. فاضل شروق اختي ربنا يكرمها يا رب بابن الحلال اللي يريح بالها. فاللي خلاني قلت لحمو اخويا اني مثلا انا هاجر الحاجه، يعني انا قلت له فيما بعد اجيب لماما حاجه جنبي واجيب امي جنبي هي وشروق، وانت تنزل تجيب هاجر وتجيب مراتك وبنتك وتيجي تقعد هنا.
تمام. لاني طبعا انتوا عارفين الايجار دلوقتي غالي. حما اخويا بيدفع 1700 جنيه ولا 1000 ونص في شقه، والله العظيم اقسم بالله ما يتقعد فيها. وخدها عشان دي اقل ايجار، يعني دي اقل ايجار في عندنا. يعتبر الشقه دي بتاعتنا انا واخواتي كلهم بعد عمر طويل لامي، ربنا يا رب يديها الصحه وما نشوفش فيها اي حاجه وحشه. بس اللي خلاني قلت الحمو كده اللي انا قلت لكم عليه، ان احنا كلنا ما شاء الله الله اكبر مرتاحين، كل واحده فينا قاعده في بيتها، كل واحد فيه يعني قاعدين في بيوتنا، مفيش حد بيجي يخبط علينا وعايز ايجار. فبعد عمر طويل لماما حاسه ان حما اخويا هيتبهدل، فاهمين؟ حما اخويا عشان يجيب شقه دلوقتي عايز له مليون جنيه. عايز له، قولوا لو شقه مش شقه حلوه يعني، قولوا لو شقه عايز له مثلا 500,000. هو هيجيب منين 500,000؟ ده بيقعد بالاسبوع بره عشان 500 جنيه. اقسم بالله كمان مره بيقعد بالاسبوع بره عشان 500 400 جنيه. تمام. فطبعا ولا انا هبص للبيت، ولا اخواتي الكبار هيبصوا للبيت، ولا الدنيا اختي هتبص للبيت، ولا شروق. خلاص كل واحده اتجوزت، عندك بيتك، عندك عيشتك، عندك حياتك، انت عايشه مرتاحه. مع انا مش هيهون عليا ابقى قاعده مرتاحه باكل عيالي نظيف، باكل ومنيمه عيالي نومه نظيفه، وقاعده وساتره عيالي ومنيماهم ومدفياهم، وعيال اخويا متبهدلين. بصوا انا بتكلم معاكم على اللي انا قلته لحم اخويا، انا لسه ما قلتش لحد من اخواتي. امي طول ما هي قاعده في الشقه دي بتاعت امي، محدش فينا يقدر يقول لها تلت التلاته كام. لكن لما اجيب انا امي جنبي، اخويا حمو اللي هينزل يقعد في البيت، والشقه دي هتبقى بتاعت اخويا حمو. فاهمين قصدي ايه؟ انا شايفه ان كلنا مرتاحين، ما شاء الله الله اكبر علينا، كلنا مش محتاجين. مش هنبص لاوضه وصاله وهنروح نبيعوهم وكل واحد هياخد فيهم، وكل واحد هياخد فينا 10,000 جنيه عشان ابقى مرضيه. انا خدت خلاص كده ورثي من ابويا ابقى مرضيه. لا انا عمري ما هبقى مرضيه غير لما اخويا غير لما اخويا وبنت اخويا يبقوا مرضيين. اخويا قاعد في حته ستراه ببنته بمراته، مش هبص انا ال10 ولا 15 ولا 20,000، مش هبص لهم. فهو ده بصراحة اللي أنا قلته لحم أخويا. وما أعتقدش إن حد من إخواتي الكبار ممكن يعترض، أو حد من إخواتي البنات ممكن يعترض. دايما أو لو أنا جبت حاجة إن شاء الله بإذن الله لماما، هاخدها عندي، وانت هتنزل تقعد هنا بدل الإيجار اللي انت بتدفعه والشحططة اللي انت فيها وطبعا من إيجار لإيجار، فالعفش بيتكسر والدنيا بتبوظ وحاجته بتبوظ. فهو ده اللي انا قلته له. يحصل كده لو حد من اخواتي اعترض هسحب كلامي فورا ولا كاني قلت حاجه. لما ساعه لما يحصل كده طبعا لازم اقول لاخواتي الكبار، ولازم اخواتي كلهم يبقوا قاعدين، ده هنحصل كذا وهنعمل كذا في كذا في كذا في كذا، موافقين موافقين مش موافقين خلاص. خلاص انا هسحب كلامي فورا، عشان دي برضو حاجه انا اتحاسب عليها. مش هروح اقف مثلا لدنيا واقول لها لا انت لازم تعملي عشان اخوكي وعشان انا ماليش دعوه. دي حاجه انا اقدر اتصرف في فلوسي انا، في ورثي انا، في حاجتي انا، لكن ما اتصرفش في حاجه غيري. فاهمين؟ عشان برضو دي حاجه انا اتحاسب عليها يوم القيامه. ف طبعا انا عارفه ومتاكده ان مفيش حد من اخواتي هيعارضني في اللي انا بقوله. ليه؟ لان محدش فينا هيبص ل 15 20 الف جنيه. لان بصراحه البيت اساسا لو اتباع، ده لو اتباع وحد اشتراه مش هيجيب اكتر من 100,000. اكتر من 100 يعني ده لو عدى ال70,000 نحمد ربنا. فعلى ايه؟ طالما هو موجود يستر اخويا ويستر بنته. ربنا كرم اخويا بقى ووسع عليه، جاب شقه تانية تبقى دي بتاعتنا احنا البنات، ما جابش شقه تانية ادي قاعد فيها. ربنا كرم وعايز يدي كل واحده فينا فلوسها، هو يتمن البيت، عايز يدي كل واحده فينا فلوسها ويدي اخويا الكبير فلوسه، يعمل كده. كلف الله نفسا الا وسعها، ربنا يقدره بقى. بس انا عامه احسن كده اخلي اخواتي كلهم يقولوا له ان هم مسامحينه في حقهم. فاهمين؟ ربنا كرمه يطلع ويدي ويوسع على نفسه بقى، يجيب شقه تانية ويسيب لنا دي اللي ربنا عايزه هو اللي هيكون. بس انا الكلام اللي انا قلته له ده في حاجه غلط يعني، انا قلت حاجه غلط. نشوف بقى الايام مخبيه لنا ايه قدامي يعني. وبحبك في الله، ونفسي القناه دي تكبر لانك مش واخده حقك على اليوتيوب. انتي من الناس المحترمه الجميله يا نودي، ربنا يبارك لك في ولادك حبيبتي، الله يخليك يا رب وما تحرمش منك ابدا. تخصصك في الجامعه، وهل شروق ناويه تكمل جامعه ولا لا؟ بصوا انا ما وصلتش للجامعه، انا خدت الدبلوم وقعدت. بس بصراحه نفسي اكمل، نفسي ادخل جامعه، ادخل معهد، يعني نفسي اكمل تعليمي. دبلوم تجاره، وجايبه في الدبلوم 89%، يعني قادره ان انا اخش كليه حلوه او معهد كويس. بس انا ما كملتش لسببين.
السبب الاول اني ما كانش عندي حد يصرف عليا يخليني ان انا اكمل، فاهمين؟ كنت بشتغل طبعا، فما كانش عندي مش هي- كانش هيبقى عندي القدره ان انا اشتغل واروح الجامعه واذاكر واعمل الكلام ده. كنت حاسه ان الموضوع تقيل عليا قوي، لاني سنه الدبلوم اللي انا خلصت فيها دبلوم كانت 2018، وبابا كان ميت في 2018. يعني بابا مات شهر واحد وانا امتحنت شهر 3. فخلاص اللي هو ايه، الدنيا وقفت في وشي بقى، مفيش حد هيكمل لي ما يخليني اكمل تعليم الكلام ده كده. وكمان انا كنت شغاله من قبل ما بابا يتوفى. فبالتالي اللي هو ما كانش عندي بقى القدره. خلاص لما بابا مات قلت اكيد محدش هيشورني، محدش هيجيب لي حاجه، خلاص. فقررت ان انا اشتغل عشان اشور نفسي زي اي بنت بتشور نفسها، عشان تخش بحاجات عليها القيمه، حاجات كويسه، تدخل مش ناقصها حاجه، مع اني داخله ناقصني حاجات كتير قوي. بس الحمد لله ربنا كرمني وبقيت اجيب اللي نفسي فيه، واللي انا ما اتجوزتش بيه جبته. محمد الله يستره كان بيساعدني في حاجات كتير قوي. طبعا عشان كان عارف ظروفنا ايه، فشال معايا كل حاجة. بصراحة هو يعتبر شايل حاجات كتير جدا. هنا اللي تقدروا عليه اتوه، اللي ما تقدروش ما تجيبوش، خلاص مش لازم نتجوز بيه. وهو اللي جاب الخشب كله ساعتها. يعني دفعنا رمزيات بسيطة كده، بس لما ربنا كرمني والله العظيم وبقيت امسك فلوس، بقيت اجيب بقى الحاجات اللي انا كان نفسي ادخل بيها. زي حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي والله. انا جايبه حاجات وشايلاها عشان لما ربنا يكرمني واجيب شقه اوسع افرشها مره واحده، ابقى ما كنتش حرمت نفسي من حاجه، فاهمين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنتي الغاليه ندى، بحبك قوي. الحمد لله على سلامه ماما يا قلبي، ربنا يخليها ليكي ويخليكي ليها يا رب. ربنا يخليكي لاخواتك، ويخلي اخواتك ليكي، يخليكوا دايما ظهر لبعض وسند، ويخلي ليكم ماما وتفرح بشهادة شروق يا رب ان شاء الله. اللهم امين يا رب. الله يخليكي وما تحرمش منك ومن كلامك الجميل ده. قبل شوية اتفرجت على اخر فيديو ليكي، وجالي سؤال في بالي. قلتي في الفيديو سيليا بتنام الفجر لحد المغرب ورحيم ينام بدري. طيب انتي متى تنامي؟ ابغى اعرف نظامك في النوم وشكرا. بص يا ستي، انا عندي سيليا بتسهر جامد. انا الفيديو ده بصوره، بصوا والله النهار قرب يطلع عشان سيليا نايمه النهارده الساعه 3. فانا اتعودت ان انا مثلا اسهر معاها، بخلص بقى بيتي بالليل، اخلص نقعد انا وهي نسمع روايات، اقعد اكلها، اقعد العب معاها، ببقى سهرانه معاها. جيت الساعه 3 هي نامت، الساعه 4 هي نامت، الساعه 5 بنام جنبها. عندي حاجات بخلصها وبنام. اللهم صل على النبي. الصبح رحيم بيصحى الساعه 8، رحيم بينام الساعه 9 ويصحى الساعه 8. تمام. فانا بضطر اصحى مع رحيم تاني الساعه 8، احضر له فطار واكله واشربه وبيرجع ينام تاني. يعني الساعه 8 ياكل ويشرب ويرجع مثلا ينام على الساعه مثلا 9:30 10 كده. ونصحى ساعه الحضانه الساعه 12. انا عامله المنبهات بتاعتي على كده الساعه 12 نصحى، البسه وننزل الحضانه. ممشيه حياتي بالبركه، ماشيه نومي بالبركه. والاخرى بيجي عليا وقت بيبقى عندي صداع نصفي، ما بشوفش، والله العظيم ما بشوفش. فبقوم واخده الاتنين كده مسرباهم عند امي وانام انا بقى. مش عندي سؤال، بس حسيت بيكي قوي وقت تعب مامتك، الله يشفيها لك يا رب ويبارك لك في عمرها ويشفي امي. اللهم امين يا رب. ربنا يشفي مامتك ويقومها لك بالسلامه يا رب. عايزه اقول لكم والله العظيم، انا ما كنتش زعلانه في تعب ماما. انا كان كل اللي هاممني ان انا اخلص الورق واعمل الاجراءات واجيب العلاج واشوفها كويسه، وما اشوفهاش بتشتكي. اما كانت تيجي تقول لي ندى في نغزه هنا في قلبي، كنت اعمل كده، ابقى قاعده متضايقه قوي قوي. والله العظيم اقول لها ماما طب ما انت بتاخدي العلاج، ايه بقى اللي بيجيب النغزه دي بقى؟ واقعد كده والله العظيم، ايه بقى اللي بيجيب النغزه دي؟ طب انت حاسه بايه تاني؟ واكلم الدكتور ويقول لي روحي هاتي شريط كذا واديها مش عارفه ايه. كنا قعدنا فتره بناخد نفس. كان يعني في الفتره بتاعه التعب ده كان كل اللي همني ان هي ايه تبقى كويسه. بعديها قعدت افكر في اللي انا عملت، يعني الناس اللي انا كنت بسأل عليهم، كنت بروح معاهم، كنت باجي، كنت بعمل، مفيش خالص والله العظيم. فبصيت كده قلت ايه ده، وانا عبيطة؟ هو انا ايه العبط اللي انا فيه ده؟ انا كان عندي استعداد والله العظيم يعني كان ممكن اسيب عيالي واروح لحد عنده حاجة بيجري ورا، يعني بيجري على تعب، بيجري يخلص ورق، بيعمل مقاصدني في حاجة، كنت اروح. تقول ايه العبط ده؟
ايه اللي انا فيه ده؟ قالت لي ايه؟ لله انا عملت معاهم خير وما لقيتهمش. مش قصدي حاجه بقى، ومش قصدي حد معين. انتوا دخلتوا اخواتي ودخلتوا دنيتي وعملتوا حاجات غريبه. انا متابعتك من بدري واحب فيكي البساطه والاناقه. ربنا يسعدك ويحفظك لولادك يا رب. الله يخليكي، ما تحرمش منك ومن كلامك الحلو ده. ما شاء الله تبارك الله، عسل يا ندى. الله يخليكي يا رب. كيفك وكيف اولادك؟ حبيت اقولك انك انتي واختك هبه معكم نفس الطباع تقريبا، واهمها انه لو قفلتوا من حد تاخدوا موقف منه لشهور وسنين طويله، وكده غلط. لانه ديننا بيقول التسامح لاخيك الف عذر. التمس لاخيك الف عذر، معلش. مثلا امك لما مرضت، مثلا واحده صاحبة امك بس كلفت على نفسها واتصلت وسلمت وتحمدت لامك بالسلام وخلاص على كده. ليش تزعلي؟ ممكن صاحبة امك محرجة انها تزورها و... و... يعني محرجة ان هي تزورها وايدها فاضية. ممكن ما عندها تمن المواصلات، ممكن عندها ظروف خاصة زي ما انتم عندكم ظروف. كمان الناس اللي حواليكي عندهم ظروف، لاني ما حد خالي من هموم الدنيا. بصي يا طنط، بصي، انا مش زعلانه ان محدش زار امي. عايزه اقولك على حاجه والله العظيم، يمكن دي اول مره اقولها. امي لما عملت العمليه قعدت فتره، يعني قعدت بامي فتره ما اعلنتش ان امي عملت العمليه، فاهمين؟ قعدنا فتره بحيث ان امي تكون وقفت على رجليها وراقت وفقت وكل حاجه عملتها، فاهمين؟ يعني امي مثلا عملت العمليه بعديها ب10 ايام ولا 15 يوم انا قلت ان امي عملت العمليه. الكلام ده محدش يعرفه فيكم. وامي لما عملت العمليه طلعت عندي بعد كده لما راقت وفقت وخلاص دنيتها استقرت. الجرح بتاع اللي هما كانوا عاملينها في رجليها دي قفلت ونفسها بقى طبيعي وحياتها بقت طبيعيه بتمارس عادي. انا قلت ان امي عملت العمليه بحيث ان هيجي يزور ماما يلاقيها كويسه ويلاقيها بخير ويلاقيها ايه، مش نايمه وتعبانه وكده، فاهمين؟ ده اولا. ثانيا، ما بتكلمش على الزياره اللي هو ليه ما جيتش زرته ولا الكلام ده، لا. انا بتكلم على ناس انا اعرفها، ما تعرفش امي. الناس اللي انا اعرفها دي ما تعرفش امي. فانتوا شفتوا ان ندى في مشكله، ليه ما تتكلموش؟ ندى محتاجه ايه؟ عندك ايه؟ ناقصك ايه؟ اجي معاكي، اروح معاكي، حتى لو بالكذب، فاهمين؟ زي ما انا ما بعمل. انا بكلمكم بقول لكم محتاجين ايه، اجي معاكم، عايزين نروح، عايزين نيجي. انا ما لقيتش الكلام ده، ما لقيتش اللي انا بعمله بيتعمل معايا. فانا ما بتكلمش على امي ولا على الزيارات. انا بتكلم على ناس تخص ندى، ما تخصش امي، فاهمين؟ الكلام اللي انا بتكلمه على ناس تخصني انا. الناس دي امي ما تعرفهاش، فاهمين قصدي ايه؟ فانا طبعا بلتمس للناس العذر. ممكن اقول لكم اللي هو ايه، احط 100 عذر قدامي. دي عندها كذا الله يعينها، دي حياتها فيها كذا الله يعينها، دي مش عارفه ايه الله يعينها. لكن انا بصيت لنفسي انا، ما شفتش بقى كل الكلام ده. انا بصيت لنفسي انا، ان انا كنت بعمل معاكم مثلا حاجات كتير حلوه. ليه ما وقفتوش معايا؟ ليه ما جيتوش مثلا اتكلمتوا انت فيكي ايه، ناقصك ايه؟ حتى لو بالكده، مش فاهمين؟ احبك في الله يا ندى عشان حنونه ونظيفه من جواكي وصادقه وامنه للي حواليكي، غير متلائمه، سند لاهلك ولوالدتك، واحسك انسانه متصالحه مع نفسك، نقيه خاليه من الصدمات النفسيه او صدمات الطفوله، يعني شخصيه غير حقوده. يعني لما تتعرضي لصدمة أحسك ما شاء الله بتتخطيها بسرعة بإيمانك بالله ورقي أخلاقك ونظافة قلبك. الله يخليك يا رب. بس عايزة أقولك بتخطى بسرعة. ليه؟ لأني أنا هقول لكم والله العظيم، وانتوا لو مشيتوا باللي أنا بمشي بيه ده هترتاحوا في حياتكم. لما مثلا بتيجي عليا مشكلة، تيجي عليا نصيبة، وأنا خلاص مش عارفة أروح كده ولا كده، افتكر ان ربنا عطاهاني، ربنا كاتبها لي، دي مكتوبة، يعني مكتوبة من قبل ما اتولد. طبعا البني ادم بيبقى كتابه مكتوب، اعماله كلها مكتوبة في كتاب. فبيبقى اي حاجة بعملها او اي حاجة بتحصل لي بتبقى مكتوبة عليا، واللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. فببص مثلا لاي حاجة بتحصل لي ان هي مكتوبة لي، ان ربنا هو اللي كاتبها لي، وزي ما ربنا دخلني فيها بيطلعني منها. مشكلة بقى، مرض، تعب، اي حاجة بدخل فيها والله العظيم. فبحس ان انا لما بسيبها على ربنا واقول خلاص انا اتكلت عليك يا رب، كل حاجة بتروح.
والله العظيم ولا بتتحل كده معايا في ثواني، في ثواني بتتحل. ليه؟ لاني انا عندي يقين من جوايا ان الحاجه دي مكتوبه لي، والمكتوب على الجبين هتشوفه العين. يعني اي حاجه انت بتمري بيها او بتخشي فيها دي حاجه مكتوبه لك، ربنا كاتبها لك، وربنا ما بيكتبش لحد حاجه غير لما يكون قدها. فممكن هو ده اللي يكون مثلا بيديني الصبر على اي حاجه انا بدخلها. بصوا انا من النوع كمان ان انا عيطه جدا، اي حاجه بتحصل لي بعيط. انا لو شفت حد واحد بيحضن، يعني شفت طفل بيحضن امه بقعد اعيط، وقسما بالله والناس القريبه مني عارفه الكلام ده. دمعتي بتنزل بسرعه. ففي تعب امي ده انا كنت كل شويه اعيط، كنت رايحه جايه اعيط، نازله طالعه اعيط. امي ما كانتش بتعيط، امي تقول لي ايه يعني مش ربنا كاتب لنا كده؟ انتي انا هنعمل ايه؟ مش ربنا كاتب كده؟ وانا كنت اقول ربنا كاتب لي كده. يعني متسامحه مع نفسك دي عايزه اقول لكم حلوه قوي، حلوه قوي. بتستقبلي اي صدمات بقى جايه لك. فعايزه اقول لكم حاجه كمان، ما بحطش حاجه في دماغي، اللي يحصل يحصل واللي يجرى يجرى ومش عارفه ايه، الا لو حد عزيز عليا زي امي كده مثلا، حاجه حصلت لها ابقى شايله همها كاني ايه، وبشيل هم كل اي حد، اي حد يخصني. جوزي لو حصل معاه اي مشكله ابقى شايله همه، ابقى قاعده طب ايه يا محمد هنعمل ايه، طب نحلها ازاي، طب مش عارفه ايه الكلام ده. اخواتي، امي، كده فاهمين. انما حاجه بتحصل لي انا بقول عادي، يعني ايه يعني، اللي يحصل يحصل بقى، واللي يجرى يجرى. يعني هيحصل لي اكتر من اللي حصل، افضل اصبر نفسي بكده، قول يعني هيحصل لي اكتر من اللي حصل. بيعي شقتك وتكملي وتاخدي شقه اوسع لو بالقسط كمان. بحبك قوي، بحب فيديوهاتك، بحبك اكتر. انا كمان بحبك اكتر. بصي نقطة القسط دي، ان انا مثلا يبقى علينا حاجة قسط ابقى قاعدة وعليا حاجة قسط، دي انا ما بحبهاش. يا اما تبقى معايا الفلوس اشتري بالفلوس اللي في ايدي، يا اما اشتري بقد الفلوس اللي معايا، يا اما استنى واكمل عليهم ونجيب مثلا شقة اكبر. يا اما اقعد اخليني قاعدة في اللي انا فيها. ما انا قاعدة هنا مفيش حد بيجي يخبط عليا، عايز القسط اللي عليكي، عايزين الايجار، عايزين. ما بحبش كده خالص انا. يعني استنى احسن ما حد يسالني فلوس. انا ما بحبش اللي هو نقطه حد يسالني فلوس او يسال جوزي فلوس. لا، احنا نشتري على قد الفلوس اللي معانا، يا اما نستنى نكمل عليها، يا اما انا قاعده في شقتي مش زعلانه او مش ناقصني حاجه. انا مش زعلانه ان انا قاعده هنا، انا لسه عيل صغيرين. الكلام اللي انا بتكلمه ده او عشان نجيب شقه حلوه ومحترمه عايزين لنا 2 مليون جنيه. ف... فلسه بدري فاهمين. فربنا يوسع علينا ويكرمنا ونجيب. انما نقطة ان انا اجيب حاجة بالقسط وابقى قاعدة في شقة عليها قسط والكلام دي انا ما بحبهاش بصراحة. ورا يا قلبي، اخوكي معاكي في نفس العمارة، مجرد سؤال، ربنا يسترها معاكي من العراق. الله يخليكي يا رب. بصي انا قاعدة في بيت لوحدي، يعني البيت اللي انا فيه ده لوحدي. انا اخويا في البيت جنب ماما، يعني قريب من امي، يعني بعد امي على طول بشارع. عايزة تجيبي أطفال، وإذا يعني وإذا إيه وإيش عايزة جنسهم يكون؟ بصوا أنا مفكرش في إن أنا أجيب بيبي دلوقتي غير لما أأمن مستقبل الاتنين اللي معايا. يعني نسكن في شقة أكبر، أدخلهم مدارس نظيفة، تعليم حلو، تعليم كويس، يحفظوا القرآن، مش عارفة إيه، أأمن لهم حياتهم الأول وحياتنا تبقى ماشية مستقرة. بعد كده أفكر إن أنا أجيب بيبي تاني بصراحة. إنما دلوقتي استحالة. ان شاء الله باذن الله. وعايزه يعني انا عايزه اجيب سليم. طبعا كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس هي تبقى يعني هجيب نونو تاني وخلاص، يبقى عندي ثلاث اطفال والحمد لله على كده. انا راضيه، ربنا بس ايه يخليهم لي يعني. ان شاء الله ربنا يكرمني واجيب سليم. جيت بنت بقى هتبقى سيله، عشان يبقى عندي سيله وسيليا ورحيم. ولد هيبقى سليم ورحيم وسيليا بس. في حاجة أنا جبتها غيرت، بس انتوا مش خدتوش بالكم. دي هنا مكان السفرة، الشباك الصغير اهو حطيت له ستاير، ابقى اوريكم شكلهم بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو كان عجبكم ويكون خفيف عليكم، وان شاء الله اشوفكم بكره على خير. باي.